اهلا بيكم في يوميات نجا وعلي. النهارده هنقول الفرق بين املاح البديكير الفواره والملح الخشن. تمام. املاح البديكير الفواره دي 5 دقايق ميه سخنه كده، وتحطي فيها مثلا معلقه كبيره بتدوب بسرعه، وتحطي رجليكي، بتشيل الطاقه السلبيه، بتشيل كل الزيادات اللي في الرجلين، بتحافظ على نعومه الرجلين. تحسي بجد مع الاستمراريه فرق كبير جدا جدا. اما الملح الخشن ده بيستخدموه للطاقه السلبيه، اللي انت مثلا عاوزه تشيلي الطاقه السلبيه من البيت، عاوزه تسيقي بيه، عاوزه تحطيه في الارقام، ليه استعمال معين. اوعي تحطي الملح الخشن في رجليكي علشان بيخشن الرجلين ومش حلو خالص. اما املاح اللي بديكير فواره او املاح الهيمالايا دي من احسن حاجه ممكن تستخدميها للقدم، بالذات اما تكوني انت مريضه السكر او انت عايزه تحافظي على مستوى رجليكي. وتكون رجليكي بعد كده بعد ما تنشف خالص تحطي كريم مرطب، وتحاولي تلبسي بعديها شراب على اساس يحافظ على الرطوبه بتاعه الرجل. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. مع السلامه.